ايه في الدنيا كلها مستاهل انه يوصل واحدة للدرجة دي؟ ايه اللي يخليها تبقى فاقدة الشغف في الحياة؟ اللي يخليها مش قادرة حتى تسمع ولادها بيقولوا لها ايه؟ اللي يخلي نفسيتها تعبانة بالطريقة دي؟ يعني ايه مستاهل يخليكي تعملي في نفسك كده بجد؟ لا وكمان ولادك اطفال، يعني مش كبار، يعني لسه عايزين حياة طويلة قدامهم. يا صباح الورد وصباح الفل وصباح كل حاجة حلوة في الدنيا. قومي تفائلي بالخير هتلاقيه والله العظيم. قومي ارمي كل حاجة وراكي واللي مزعلك واللي مضايقك، وقومي شوفي اللي وراكي. تيجي تبص تلاقي اليوم جميل وبيعدي بسهولة وبسلاسة من غير أي مجهود، حتى لو هو مليان مجهود ومليان شغل ومليان ضغوطات. انت هتكوني مرضية ومبسوطة لان رميتي كل حاجة ورا ظهرك، وهتبقى حاسة بفرق جامد وهتحسي انك فرحانة اكنك بتعملي حاجة بحب بانبساط. بس ارمي كل حاجة ورا ظهرك وسيبها لله وهتفرج بإذن الله. لو أول مرة تشوفي القناة من خلال الفيديو ده ما تنسيش تشجعيني وتشتركي في القناة عشان تبقى أخت من إخواتنا الجداد اللي بينضموا لينا. وأقول لكم كلكم شرفتوني ونورتوني، يا رب أكون عند حسن ظنكم. بصوا يا بنات، انا صحيت كده بقيت الفيديو ده من قبل ما ابدا كده عشان تبقوا عارفين ونكون عارفين الفيديو ده كان من امتى. الفيديو ده من ايام وكنا بنذاكر عشان الامتحانات. تمام، يعني خلاص كانت الامتحانات على الابواب وكان في مراجعات. بس انا ما كنتش عارفه انزله طبعا لان كان في امتحانات، اللي رايح واللي جاي واللي بيذاكر وما انتش فاضيه عشان تمنتجي الفيديو. فخلاص بقى احنا خلصنا وخدنا الاجازه، قلت لا منتجي الفيديو بقى، ده انت كده غبت عليهم قوي يا ام هيمه. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي. اي نعم القناة صغيرة، اي نعم ما هيش كبيرة قوي، وكم واحدة متابعاني بسيط كده وكم تعليق بسيط. بس انا ان شاء الله هستمر بيكم وببقى فرحانة ومبسوطة من تعليقاتكم وكلامكم الجميل قوي. ربنا يخليكم ليا. وعايزة اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا عشان ما اتكلمتش معاكم من زمان، لان انتوا اخواتي اللي بتكلم معاهم وبحس ان انا بتكلم بدون مبالغة، بدون ما ازوق الكلام، بدون ما حد هيزعل مني وياخد من كلامي كلمة يزعل عليها. يلا كفاية رغي بقى يا مهمة ودخلنا في الفيديو. إيه المقدمة الطويلة دي؟ بصي يا بنات، انا مش بعمل حاجة يعني فيها افتكاسة ولا اي حاجة، احنا بنطبخ عادي. هطبخ لهم النهاردة ملوخية وفراخ وخلاص، ويعني مش محتاجة شرح. بس انا عايزة اتكلم معاكم في حاجة تانية خالص يعني. والروتين شغال كده. تمام. انا قاعده كده وماسكه الموبايل وفاتحه الفيسبوك، واذ الاقي بوست قدامي بمنشور مجهول الهويه، في جروب يعني، في جروب بنات وكده. المهم انا شدني المنشور قوي. ان الواحده مش مستحمله ولادها الاطفال يتكلموا معاها، ومش مستحمله اي حد، ونفسيتها تعبانه وقافله اوضتها عن نفسها وعلى طول بتعيط. هو في ايه اللي يوصل واحده للطريقه دي يا بنات؟ تقول نفسيتها تعبانة جدا ومش قادرة تكمل ومش عايزة تعمل أي حاجة. طب ليه؟ أكيد في حاجة ورا كده. صح يا بنات ولا أنا بيتهيألي؟ أنا ممكن أقول لكم جالي تعليق أو جالي كذا وأقول لكم كده، بس هو ما جاليش تعليق بكده ولا حاجة، وما أعرفش أقول حاجة زي دي ولا أكذب. هو البوست وقفني كده وخلاني قلت أتكلم معاكم في الموضوع ده. يعني إيه واحدة تبقى فاقدة الشغف في كل حاجة كده؟ يعني إيه تبقى تعبانة كده؟ يعني إيه مش متحملة ولادها أصلا، اللي هي ثمرة حياتها، اللي هي عايزة تربيهم وتعلمهم وتكبرهم وتشوفهم أحسن الناس؟ هنا كده يا بنات أنا ولعت على الأكل وبعدين طلعت الصالة. قلت أنضفها بقى. كان العيال قاعدين فيها، وزي ما انتوا شايفين كده لا تسر عدو ولا حبيب. اللي ساب لي كتابه واللي ساب لي كراسته واللي ساب الديسك بتاعه. بقيت أقول يا حول الله يا رب، لا إله إلا الله. والم في الحاجة كده، يا رب يخليهم يا رب ليا وما تحرم منهم، ويخلي ولادكم ويرزق كل مشتاق. لقيت الازايز دي لسه فيها اللبن والزبادو، مش عارفه انا مش مجمعه ليه. المهم قلت انضفها سريعا بقى قبل ما يجوا تاني من بره. هما نزلوا وهيجوا كانوا قاعدين يذاكروا شويه، واخد سريعا بقى الشقه كده معايا. وانا شغلت الغساله اول ما صحيت، وبعدين دخلت على مطبخي كده، شغلت برضو البوتاجاز وعملت كل حاجه وشطبت المطبخ مكان الفطار، وطلعت جري على الصاله كده انضفها بقى بسرعه كده قبل ما يجوا يقعدوا تاني فيها. تمام. نرجع بقى لكلامنا. بصوا بقى، اكيد يعني مش هقول 1%، اكيد 100%. هي بتسامح كتير، قاعدة مع ناس بتستنفذ طاقتها كلها
فما عادش عندها طاقة لولادها، او مثلا ممكن يكون جوزها برضو، او تكون تراكمات وتكون زعلانة. طيب إيه ده؟ طب ما انا المكان اللي ما يعجبنيش ويتعب نفسيتي ويستنفذ طاقتي كلها انا ما اقعدش فيه. يعني ايه اللي قعدني فيه؟ ما تقعديش فيه. يعني المكان اللي هيستنفذ طاقتك وما يبقاش عندك طاقة لولادك ولا لنفسك ولا لبيتك ما تقعديش فيه. اللي يزعلك ما تقعديش معاه. يعني هي الدنيا مش مستاهلة. انت اهم حاجة في الدنيا تكوني بترضي ربنا، وطالما ما بتنميش في حق حد وما بتجيبيش في سيرة حد ومكتفية بحياتك وبيتك، خلاص. هنقول صلة رحم لو هم قريب منك قوي. لا، صلة الرحم ربنا يعني موصينا بيها ما نقطعهاش. تمام، بس في حدود. في حدود، ما تخليش حد يستنفذ طاقتك، لان طاقتك دي ملكك انت وملك ولادك. لما تستنفذي طاقتك كلها هتلاقي مين يديكي انتي اصلا ويدي لولادك ويسمع ولادك. اعملي كل حاجة صح من غير ما تغضبي ربنا. اهم حاجة، لان احنا اصلا موجودين في الدنيا دي عشان رضا ربنا ودي اولا، وعشان عباداتنا. وربنا في حاجات نهي عنها، فاللي ربنا نهي عنه ما نعملوش و... و... وما نغضبش ربنا. بس وبعد كده يبقى يجي العبد. اهم حاجة رضا ربنا الاول وبعد كده العبد. انتي عملتي مع الناس بالمعاملة الحسنة، وطبعا مش بتقدري تردي عليهم مثلا بنفس اسلوبهم او بنفس كلامهم. آه، لان هو من طريقة كلامك ان انتي بتسمعي وتسكتي، فاهماني؟ مش بتعرفي تاخدي حقك او بتردي او بتاخدي موقف. فهو ده اللي وصلك لكده. لا، خدي موقف. ولازم أن تكوني ام قوية قدام ولادك اصلا، لان انت هتطلعي جيل يا اما بنت يا اما ولد يكون ضعيف. لا، لازم أن يكون فيه قوة. يعرفوا، لان بعد كده هيواجهوا مجتمع، هيروحوا مدارس وهيروحوا هنا وهيروحوا هنا، ومش هيبقوا على قد بيتك بس. فلازم تطلعي برضو يعني ولادك يكونوا قويين، فاهماني؟ لا، اعملي حدود لكل حاجة عشان محدش يزعلك ولا حد يضايقك. بس كده. عايزة اقول لكم بقى هنا كده وانا كنت بنظف، لقيت ابني جه. قلت له لا تعالى بقى. يقول لي ايه يا ماما وانت ما صدقتي لقيتيني؟ قلت له طب بس تعالى شيل قصاد الترابيزه دي عشان تعرف ان انا ما اقدرش اشيلها لوحدي. ورفعتها فوق الانتريه بقى عشان اعرف اكنس حلو. انا نفضت الانتريه تنفيضه محترمه، نزلت كل الهرس اللي كان عليه على السجاده، وبعدين شغلت السجاد. شايفين الشقه يا بنات؟ كده خلصتها ودخلت على اوضتهم برضو كنستها لهم ونضفتها. وكنست بقيت الشقه لما الغساله فصلت، بس ما صورتش بقى، فاهميني؟ لان الغساله كانت لسه شغاله. قلت اروق عليهم بقى واعمل لهم شويه عصير مانجا بقى. الصيف بقى بدأ يدخل علينا كده، واللي عنده حاجه بقى يبدأ يطلع من الفريزر يعني ويعملها، عشان الحاجات الصبحة بقى الفريش هتبدأ تطلع. بس يعني اعملي برضو بحدود، ممكن الحاجة تطلع غالية، ممكن ما نقدرش نجيبها، يعني هي تبع ظروفها، بس يعني ايه، ولا ضرر ولا ضرار، فاهميني؟ عايزه اقولك بقى هنا كده، وانتي مطلعه المانكا من الفريزر، يا دوبك تاخدي لها شطفه كده، تفككي بس القشره منها وتبداي تقشريها. قادره بقى تكملي عصيرك بالطريقه دي، يا ربنا يعينك، بتبقى متلجه قوي. ما انتش قادره، سيبها زي حالاتي كده. انا بقشرها بس عشان لو سبتها فكت، لان في ناس بتسيبها تفك منها في بعضها كده وبعدين تبقى تعملها. لو سبتها فكت يا بنات بتبقى مش حلوه ومش بعرف اقشرها. انما كده بتبقى جميله قوي ومسهله عليا وما بتهدرش مانجا كتير، فاهميني؟ هو هوريها لكم وانا بعملها برضو. وركنتها بقى جنبي، ودخلت بقى اعمل ايه شويه الملوخيه كده، وولعت على الرز جنبي، والفراخ كانت استوت كده. بقى لما بنبقى صاحيين متاخر شويه ببقى احب احط كله مره واحده عشان اخلص. عايزه اقول لكم اليوم اللي بيبقى فيه غسيل، ده برطمان الكمون بقول لكم ان هو فضه. لا، برطمان الفلفل الاسود بقول لكم ان هو فضه. وساعه ما فضه ما رضيتش افضي فيه بقى فلفل اسود تاني، بقوم غسلاه على طول اول باول كده. كل ما برطمان بيفضى بقوم غسلاه واسيبه ينشف كده، وبعدين اقوم مفضيه. يبقى هنا على طول البراطم ايه، انت ضامنه ان هي تكون نظيفه على طول. وعملت بقى شويه ملوخيه لهم كده. لما بتبقي صاحيه بقى متاخر او صاحيه يوم اجازه او كده، وبيبقى العيال حواليكي والدنيا بيبقى عايزه تفطري وعايزه تطبخي وعايزه تنظفي البيت وعايزه تغسلي وعايزه تنشري. وطبعا الناس اللي ما عندهاش غساله اوتوماتيك زي حالاتي بيبقى موضوع الغسيل متعب بالنسبه لهم شويه.
فاهمني؟ اكيد فاهمني. بخلاف اللي عندهم اوتوماتيك بيحطوا الغسلة وهي خلاص خلصت بس هينشروا. يلا ربنا يعين كل واحد على عيشته يا رب، سواء كده او كده. اهم حاجة بقى تكوني راضية عن عيشتك. اهم حاجة، انت عارفة والله والله العظيم لو عايشة في عشة، يعني مش عارفة الناس هتبقى فاهمة يعني ايه عشة ولا لا، يعني بيت على قده قوي وراضية وجواكي رضا باللي عندك، هتبقي احلى من اللي عندها قصر، اللي عايشة في فيلا. فاهميني؟ اهم حاجة الرضا، تكوني راضية كده عن عيشتك، ربنا بيخليها في بقك، ويعني لو لقمة في بقك بتبقى ايه حلوة، بيخلي بقى عيشتك احلى بكتير. اقصد يعني لما بيكون حد طبخ اكل على قدها كده يقولك ده كان طعمها سكر، ربنا محليها في بقك. فاهماني؟ هي برضو عيشتك لو على قدها وانتي بتحمدي ربنا عليها، ربنا بيخليها بالنسبه لك حاجه كويسه جدا. فاهميني؟ تعالوا بقول لكم هنا، بقول لكم لما بتبقي لابسه يعني عبايه او اسدال طويل قوي، ما بلبسش الشراب. لما بيكون عبايه حاسه ان رجلي هتبان منها او صابعي هتبان منها بلبس شراب. لان سمعت يعني مؤخرا، بقالي فتره مش مؤخرا قوي، ان لازما صوابع رجلك ما تكونش باينه وانت بتصلي. يعني في ناس اجمعت ان لو رجليكي باينه وانت بتصلي الصلاه مش مقبوله، وفي ناس قالت مقبوله. فخلينا احنا في المضمون، طالما هنقدر نلبس شراب خلينا احنا في المضمون، طالما هما مختلفين على حاجه زي دي يبقى خلينا احنا في المضمون. فاهميني؟ المهم خلصت يا بنات بقى وصلاه، وبعدين قمت طالعه على البلكونه بقى كده، ما كنست السور كويس قوي الاول بالفرشه كده، عشان لو عليه تراب ولا عليه حاجه تنزل لجوه قبل ما اكنس البلكونه. وابدا بقى اكنس البلكونه بقى كويس جدا كده، وابدا بقى انشر. عايزه اقول لكم بقى وانا واقفه انشر كده كنت خلاص فصلت ميه ونور. يعني خلاص هو ممكن الروتين بيبان ان هو صغير جدا، بس لا هو مش صغير. انتوا عارفين كلكم كستات بيوت اليوم بيبقى عامل ازاي، وبيبقى يعني لما بيكوني شغاله ايدك شغاله في كذا حاجه بتبقى ماشيه عامله زي المضروبه على دماغك، ماشيه دايخه. هو كده. ما بخلاف بقى ان انا بصور كمان يا بنات، آه فبيبقى الموضوع صعب قوي، وبتحس ان اليوم طول منك جدا. فانا يا دوبك نشرت وغديتهم وما صورتش معاكم بقى الغدا، ما خلاص كنت فصلت قوي بصراحة. وريحت وعملت لهم العصير بالليل خالص بقى، يعني هعمل معاكم العصير بس كان بالليل، يعني ما عملتوش ورا الغدا على طول. فاهمني؟ لان انا كنت تعبانه قوي خلاص بقى فصلت، فخلاص يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خلاص انت عارفه قدره نفسك، قادره تكملي ايه ومش قادره تكملي ايه. لو انت برضو قادرة بقى لو انت تعبانة او حاجة ممكن تقسمي شغلك على الايام، اللي هو مثلا تطبخي النهاردة بكرة يبقى عندنا شوية اكل بيتين هيقضوا اليوم، تغسلي بقى اليوم اللي عندك فيه اكل. فاهميني؟ بس انا بقى كنت مش هفضل اليوم اللي بعده ومش هبقى في البيت، فقلت لا خلاص يلا كله مرة واحدة، وهتعب شوية مش مشكلة، بس اخلص عشان بكرة مش هبقى في البيت. يعني هو كده احنا بنضغط على نفسنا شوية عشان نقدر نكمل ونأكل ولادنا أكل في بيتنا وتحسي بقى ان الست عليها قوة تحمل رهيبة قوي. بس يا رب يجعله في ميزان حسنات. شفتوا بقى يا بنات هنا المانجا لقيتها فكت خالص اهو، بوريكم مش سقعانة بقى على ايديا، لان انا بصراحة ايدي مش بتستحمل المانجا وهي متلجة، بتوجعني جدا، وبحس ان التلج جوه العظم جوه مش على ايدي من بره. وفككتها بقى وهعمله عصير عادي جدا. حطي بقى السكر اللي يناسبك انتي براحتك. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا عملتها بالليل خالص. الاكل كان بسيط وشويه عصير في الاخر برضو حاجه بسيطه، كل فضل ونعمه من عند ربنا. اهم حاجه تكوني راضيه وتحمدي ربنا كده في اخر الليل ان انت بت في بيتك وولادك في حضنك، والحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا. عايزه اقول لكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشيروه مع اصحابكم يا بنات. عايزه مشاركات ليه، وعايزه تعليقاتكم الجميله اللي بتشجعنا اكمل، حتى لو تعليق واحد صغير. بجد يا بنات تعليقاتكم بتبقى جميلة حتى لو بسيطة، بتبقى بسطاني انا. وما تنسوش بقى تشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان عيلتنا تكبر بيكم. وهنا اكون خلصت يومي واكون خلصت. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، دمتم بخير دايما.